حد بيصور خيبته؟ انا بصور خيبتي عادي. اكلة الشتاء الرسمية اللي محدش بيزهق منها، اول ما الدنيا تقول يا شتاء كل الامهات بتدخل تعملها. تعالوا بقى شوفوا طريقتي الجميلة في عمل العدس الجميل بتاعنا بمنتهى البساطة والسهولة، وهيطلع معاكي طعم ولا اروع. تعالوا ندوق كده. بصوا 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 بالعيش المحمص بقى بتاعي ده. يا بصوا بينزل في القلب، بينزل في القلب مش في المعدة. خطير بجد، خطير، مظبوط على الشعرة، مش محتاج اي حاجة ولا ملح ولا اي حاجة. رهيب رهيب يا بنات. شوفوا الفيديو الاخر عشان تعرفوا عملنا الجمال ده ازاي. اول حاجة اجيب الحلة الحلوة بتاعتنا. الحلة دي فيها حوالي لتر من المية، هحط عليها كيلو من العدس مغسول طبعا كويس جدا. هنحط الاول لتر ميه وبعد كده لو احتاج هنحط له، بس ما نكترش الميه من الاول علشان ما يطلعش خفيف. لو خفيف مش هنعرف نتقله، لكن لو تقيل هنعرف نخففه. هنحط كده العدس بتاعنا. عندنا بقى هنا شويه خضار كده علشان يخلوا العدس بتاعنا بيرفكتو. تعال نشوف هما ايه. جزر، انا هحط هنا 4 جزرات عشان انا عامله كيلو. طبعا الجزر ده صغير عشان كده انا حاطه 4 جزرات، لكن انت لو معاكي جزرتين كبار يبقى حطي جزرتين بس. الجزر مفيد جدا جدا. طبعا غسلنا الخضار ده كويس ونقعناه في ميه وخل. عندنا ايه تاني؟ جايبه برضو 4 طماطميات. طماطم برضو بتخلي طعم الاكل خطير. عندي كمان قرن فلفل احمر. طبعا الحاجات دي عندي في التلاجة، لكن انتي خلاص اعملي اللي عندك وخلاص. لو مش متوفر عندك حاجة من دول ما تحطيش. هحط كمان بصلاية، هقطعها كده على 4/4. هزود كمان توم. التوم طبعا اللي احنا بنفرزه في الاول ده بيبقى حلو جدا. اول ما التوم بينزل لازم نفرز كده شوية حلوين. هحط كده مكعبين. ضروري ضروري طبعا الكركم. الكركم هو اللي هيديله لون حلو. والملح، ملح الهيمالايا خلص، هحط ملح ابيض. هحط هنا توابل كده مشكله. هحط كركم، مش هكتر كركم طبعا عشان يدي بس لون، احنا عايزين لون مش عايزينه يعمل طعم مش حلو. هنضيف كمان شويه ملح برضو مش هنكتر عشان ما يملحش مننا. بعد كده نبقى ندوق ونشوفه محتاج ولا لا. هحط مرقه. انتوا عارفين ان انا يعني ما بحبش احط مرقه، بس في حاجات ببقى مضطره ان انا احط فيها. هحط كده وحدايتين وبس كده. هحطه بقى الكلام الحلو ده على النار لحد ما يستوي خالص، وبعد كده هقول لكم هنعمل ايه. هجيب بقى الطاسه بتاعتنا عشان نعمل التقليه اللي هنحطها من فوق العدس لما يخلص. حطيت فيها كده سمنه بلدي، تقدري طبعا تحطي اللي انت عايزاه اللي انت بتستخدميه. هجيب هنا 3 بصلات متوسطين كده او كبار على حسب ما انت بتحبي التقليه بتاعتك تكون كتير او قليله. هجيب الكبه بتاعتي بقى وهعمل الكلام ده في الكبه. انا عايزه البصل يكون رفيع جدا بحيث انه تقليته بتطلع حلو، فانا عشان كده هعمله في الكبه وعشان اسرع طبعا وعشان اسهل. وانتوا عارفين ان انا بحب الحاجات السهله والطريقه السهله في عمل الحاجه. نحط كده. هنحط كمان قرن الفلفل الجميل ده. طبعا ده مش حامي، اللي عندها عيال في البيت هتبقى فاهمه الكلام اللي انا بقوله. خلاص اتحرمنا من ساعه ما اخواتي خلفوا من سنين طويله، واحنا اتحرمنا من الشطه والحاجات دي. فحطيت قرن الفلفل الحلو ده. هنعمل بقى الكلام ده كله كده في الكبه.
وبعد كده هنشوحه بقى في الطاسه بتاعتنا الحلوه دي بالسمنه البلدي كده عقبال ما العدس يستوي. وكمان هنعمل حاجه تانية بعد ما نخلص البصل هقول لكم هنعمل ايه. خلاص كده عملتها في الكبه، نعمته خالص كده. هنحط بقى في الطاسه الجميله بتاعتنا. شوف كميه حلوه ازاي. انا بحبش التقليه اللي تبقى حبه صغيرين على الوش كده وخلاص، لا لازم كده يكون حبه محترمين. الكبه يا بنات والخلاط لازم يتغسلوا على طول، ما يتحطوش في المواعين. بعد ما اقفل الفيديو ده هعملهم على طول. معاناتي مع البصل، معاناتي مع البصل. حد فيكم بيحصل معاه كده ولا انا بس؟ يعني انا طول عمري بدخل المطبخ وما بيحصليش كده، بس في بصل معين فعلا بيبقى حراق. قولوا لي كده، طمنوني على نفسي، انتوا زيي ولا انا بس ولا ايه؟ هروح بقى اعمل الكلام ده كله على النار وهوريه لكم هيوصل لمرحلة ايه. هي دي المرحلة اللي احنا عايزينها، وهقول لكم كمان هنعمل ايه. هجيب بقى صاج كده حلو، وهجيب كل العيش اللي متبقي مني، كل البواقي اللي احنا بنشيلها كده من بواقي الاكل بشيلها كده لوحدها، علشان يوم زي كده، يوم مثلا للفتة، يوم بتاع العدس الكلام ده. نحاول كده ايه، نفتح العيش كده. عاوزين نعمل شوية عيش كده محمصين حلوين. بصوا كل العيش اللي بيبقى متبقي انا بشيله عشان يوم زي ده. مش نطلع من العيش بتاعنا الجديد ومش عارفة ايه، لا، بدل ما ترمي العيش ده شيليه عندك ليوم زي كده. يوم يكون فيه فتة، يوم يكون فيه عدس، يوم يكون فيه كشري وانتي عايزة تعملي جنبه عيش محمص. كده انا خلاص خلصت العيش. هرش بقى عليه زيت كده واتاكد ان هو مرشوش عليه من كل حته. طبعا لو ما عندكيش الرشاش دي اعملي عادي بالزيت، كوبي زيت عادي وقلبيه في بعضه. هندخل العيش ده بقى الفرن. انا بشغل الفرن من تحت عادي، واول ما ياخد لون حلو من تحت الدهب اللي انا عايزاه ده بروح مشغله الشوايه. بدل ما ادخل ايدي في الفرن واتلسع والكلام ده، لا انا بعمل كده، بروح مشغله من تحت ياخد لون وبعد كده اشغل من فوق ياخد لون. فهنحطه في الفرن لغايه ما يوصل للون الذهبي الحلو اللي احنا بنحبه ده، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. العيش بتاعنا خلص. اول ما طلع طبعا هو اتحمر شويه زياده عن اللزوم، بس عادي يعني يا جماعه، في ايه، حلو برضه حلو. حد بيصور خيبته، انا بصور خيبتي عادي. بص هو اتحمر شويه كده. اول ما طلع رشيت عليه توابل مشكله من اللي هي اللي انا بعملها دي، بتدي طعم حلو جدا للعيش. كمان التقليه بتاعتنا خلصت والعدس خلص، وانا سبته لما برد كده يعني شويه عشان الاجهزه بتاعتنا ما تبوظش، سواء هنعمل في الخلاط او الهاند بلندر. التقليه بتاعتنا كمان خلصت اهي. هخلص بس العدس وبعدين هنحطها فوقيه. وادي بقى العدس بتاعنا الجميل. بصوا بقى الحلاوه. اقرب لكم الكاميرا عشان تشوف، كفايه ان انتم مش شامين ريحته خطيره. شايفين عامل ازاي تحفه. انا حاولت اخفف لكم الاضاءه على قد ما اقدر علشان تشوفوا لونه الحقيقي. طبعا زي ما قلت لكم لازم نسيبه يبرد شويه عشان الاجهزه بتاعتنا، ولو انا مش بصور هسيبه يبرد اكتر من كده. كده كله خلاص. هننزل بقى التقليه بقى الحلوه بتاعتنا. انا شايله لكم اي اضاءه واي فلاتر، مخليه الفيديو على الطبيعه عشان تشوفوا لونه الحقيقي. طبعا عشان السمنه الحلوه دي لازم نعمل الحركه دي، ننزل كده كل السمنه.
شايفين بقى الجمال؟ احلى عدس هتاكلوه في حياتكم. حط بقى شويه عيش كده حلوين من اللي اتحرقوا دول. ما تحرقوش قوي يا جماعه، في ايه مالكم؟ نروح حاطين بقى شويه العدس بتاعنا الحلوين دول. طبعا لو عايزين تاكلوا العيش كده براحتكم يعني، مش كل الناس بتعمل العيش المحمر ده او المحروق ده اللي انا عملته. بس بقى يا جماعه ما تعيبوش عليا، اي حد في الكومنتات هيقول لي العيش محروق هعمل له بلوك. بصوا بصوا بقى، بصوا الجمال والطعم.